هذه بنادم اللي كيولي سمراء، هذه بنادم اللي كيولي سمراء، هذه بعض المرات كاين شويه بعض المرات بنادم وملي كيولي سمراء تيولي تيعيش المشاكل، وبعض المرات كيعيش التعسفات، بعض المرات تيعيش الظلم. راه حتى الرؤساء يظلمون فهمتي، وربما يظلمون كذلك، فلا تكونوا منهم. عافاكم المصورين الا ما بركه. سيروا جلسوا ارتاحوا شويه، ما تبقاوش هنايا غتمحنوا، ترتاحوا، خصكم ديروا لهم شي. هذا مشى. الانسان كيتغير شويش، ولهذا الكلمة ديالي اليوم واخا بدون الشك الذي يشغلكم الأكثر هو المشاورات من أجل تأسيس الحكومة، واللي في الحقيقة الإنسان إلا فهم الفيلم علاش داير كيوليو دوك التفاصيل ماشي مهمين بزاف، باينة القضية. اللي مهم عندي أنا هو نتوما. علاش؟ ربما الإنسان تيقولوا بالفرنسية يليفولي، تتطور القناعات ديالو، وهذا المسار ديالنا بديناه في شكل. حنا غاديين وحنا كان من إذا شئنا أن نقول مما نعيشه، مما نعانيه، نراجع نحن بصدد ماذا بالضبط. لاش جينا لهذا الشيء؟ واش هذا الشيء اللي جينا نديروه غادي يكون إيجابي بالنسبة لنا وبالنسبة لبلادنا، أو لا قدر الله شيء آخر لا لنا لا لبلادنا. فكيعجبني دائما وأشعر بالمسؤولية أن أذكركم بالأساسيات التي هي مهمة بالنسبة إلي. الأساسيات لما كنشوف تبارك الله، يعني اليوم كتسيروا حوالي 200 جماعة، ما تنظنش كلهم حاضرين، ولكن غادي يكون عدد كبير منهم حاضرين، ومقاطعة ويعني أشخاص آخرين يشاركون بصفات قريبة من هذه. تنقول شنو يمكن لنا نكسبوا حقيقة هذه القضية، لأنه إذا افترضنا أنه جينا باش ندوزو 6 سنين ويتغلق القوس ونمشيو حالنا، ويجيو آخرين باش يلقاو الوضعية شوية مزيانة ولا متواضعة، ولا وإما يعني يكون عندهم شي مجهود خاص، إما يرجعوها اللور، غتكون مشكلة. لكن غاية تغلق القوس غتكون مشكلة. شو هو الأمل ديالي؟ الأمل ديالي الإخوان بعد التمعن والتفكير، بعد ما شفت، بعد ما لاحظت التطور ديال الوضع ديالكم، من النهار اللي بدينا هذا العمل الجماعي في ظروف صعبة اللي ما تيسرليناش. بداو في 97 إلا كتذكروا، بقينا حتى ل 2003. في 2003 رشحنا تقريبا نصف ضغوط، كلشي تيذكر هذا تاريخ، يعني حتى واحد اللي يمكن نذكروا. رشحنا النصف ومع ذلك جبنا نتائج باهرة، وانتقلنا في 2009 رغم الظروف الأخرى، يعني من بعد ما كان تخلق الحزب المعلوم ودخل في الحياة السياسية ودخل في الانتخابات الجماعية اللي هي الأولى اللي جات من بعد ما تأسس بالجهالة
وعمل الكوارث اللي عمل، وهرس طنجة وهرس يعني الدار البيضاء وهرس إلى آخره. وقفنا الحمد لله في الوقت المناسب. وكنشوف باللي في هذاك الوقت انتقلتوا حوالي 50 جماعة، كاين فيهم اللي كانت عندكم التسيير ديالها في اطار التحالف اللي ولا داروا لكم الناس الثقه وعطاكم الاغلبيه المطلقه. تنشوف باللي هذوك الجماعات اللي كانت عندكم فيها الاغلبيه المطلقه حافظتوا على البعض منها، يمكن معظمها. كنشوف باللي انتقلتوا من 50 جماعه ل 200 جماعه، 50 جماعه ل 200 جماعه، من 1500 مستشار ل 5000 مستشار. تنتفائل، نقول هذا الشيء كيظهر شاذ. 5000 مستشار 200 جماعة. هل همنا هو أن تكون هذه الجماعات في هذه ال6 سنوات تصبح جميلة وخضراء ونظيفة ويعني ونذهب ونتركها يعني، ويأتي من يحافظ على ذلك أو لا يحافظ عليه إلى آخره فقط، وننسى؟ ما تنساوش أنه كانت أحزاب سياسية سبقتنا عملت أشياء مشهودة، حتى واحد ما بقى يتذكرها لها. حنا ماشي مشكل أننا نذكر كحزب، ماشي مشكل أننا نذكر كأشخاص، ولكن مهم جدا أن عملنا لا يكون عمل يغلق عليه قوس، ونرجع للحالة ديال التخبط اللي كانت أصبحت تعم الجماعات المحلية، حتى قيل بلاش من هذا المنتخبين، بلاش من هذه الجماعات المحلية. راه كل شيء ممكن، راه الدولة هي واحد الكائن حي، ما يمكنش شي حاجة تكون عوجة والعوجية ديالها كتكبر والناس يبقاو يدافعوا عليها. شنو ما كانت حزب سياسي، إدارة، جهاز، محكمة، برلمان، كل شيء حتى حاجة، لأنه الناس كيبغيو الحاجة اللي كيشوفوا اللي هي في صالحهم، واللي كيعطي قيمة للحاجة، اللي كيعطي قيمة للمؤسسة. ماشي هي لا القوانين ولا هي مهمة، ولكن هو الإنسان اللي كيكون فيها واللي بالسلوك ديالو كيرفع القيمة ديالها. لهذا أنا اللي استقرت الدين ديالي باش نقول لكم، وأنا أرى عملكم وأسمع عنه من المواطنين العاديين، من رجال الأعمال، من المقاولين، من أنه ولله الحمد ما تقومون به يستحق التنويه، يستحق الشكر، يستحق الافتخار. يجوز لكم التفخر بعد. طبعا هذا البلد العزيز فيه واحد القضية، إذا كانت شي حاجة صغيرة خطأ أو ما خطأش، إنما ربما كيتقلب العالم، خصوصا إذا دارتها العدالة الوطنية. ولكن إذا كانت شي حاجة مزيانة كلشي كيسكت، هذا ما خصوش يهمكم، ولكن هذا ما يمنعكمش باش تعرفوا بالاعمال ديالكم، تعرفوا شنو تديروا. راه الاخوان ديالنا في الجماعات راه عملوا انقلابات، ثورات في مجال الرشوه، لا اقول انتهت ولكن نقصت، في مجال تيسير الامر على المواطنين، في مجال الاقتراب منهم، الاصغاء اليهم، يعني الرحمة بمحتاجهم إلى آخره. ما يبلغني ما يصل إليه، وهو قليل جدا 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 جدا، هو يعني تحول جوهري، وإلا ما كانوش الناس غينقلوكم من 50 جماعة ل 200 جماعة، لا يمكن. وما نقولكمش من 1500 مستشار ل 5000 مستشار، ولكن كنتكلم معكم انا غير على هذه المرحله اللي من النهار اللي بدات اليوم، وخصوصا الحمله الشعواء التي هي عليكم وعلى رئيسكم
لا وحتى على رئيس حكومتكم بطبيعة الحال. يعني ورغم ذلك باقي الناس شادين فيكم، باقي الناس متمسكين فيكم، وجاب الله النتائج ديال 4 أكتوبر، ديال 7 أكتوبر، 4 ولا 7 أكتوبر اللي تبدات هذا الشيء هذا. فإذا هذا العمل معشر الإخوة الكرام دليل على شيء. أنا عندي أمل كبير وهو أنه ما تكونوش قوس سوف ينتهي بعد مدة معينة، بعد 6 سنوات أو 12 سنة سينتهي، لا، أن تكونوا يعني انطلاق دينامية ديال الإصلاح في المجتمع. وهذا ممكن تطلب منكم تزيدوا تبذلوا الجهد. الأول الذي افسد العمل الجماعي والعمل السياسي بصفة عامة فيما سبق هو اعتباره فرصة لكسب الثروة، أو على الأقل لتحسين الأوضاع. لا حكيت لكم واحد النهار جات واحد السيدة عندي للدار كتقول لي سكين راه ما عنديش باش نخلص لولدي المدرسة. طبعا تنسير واحد المدرسة صغيرة لأصحابها، نسيت ولا أنا المشرف عليها. قالت لي الله يخليك غير صبر شوية، راه راجل غيدخل الانتخابات، قلت لا ونخلصوا. فولات شي ثقافة شائعة، مرة شعبية كتكلم بحال هكذا. نتوما الإخوان، نتوما جيتيو باش عندكم واحد الهدف أصلي كاين في القرآن الكريم. الله تعالى كيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهذا العمل الذي تقومون به. جيتيو لهذا الهدف. أنا كنعرف راسي كنقول لكم كلام اللي نتوما كتعرفوا وفاهمينه، ولكن خصني نبقى نقول لكم، وخصني نبقى نأكدو لكم، وخصني نبقى حاضر في الدين ديالكم. هل أنا ضد أن تتحسن أوضاعكم؟ لا، بالعكس. وأعتقد أننا بذلنا مجهودا في الحكومة لكي تتحسن أوضاعكم وتتحسن أجوركم. وأنا صدقوني نتوما إلا خدمتيو ونجحتيو، لا أنا لا اللي غيجي من بعد مني غادي يعاود يزيد يحسن لكم الأوضاع ديالكم، ما عندوش ما يدير. أن تستفيدوا من الامتيازات وهذاك اللي كيعطيها الشرع واللي كيعطيها القانون، ما عنديش مشكل، بالعكس بالصحة والراحة، هنيئا مريئا. كنعرف بلي الحياة صعيبة، كنعرف بلي الإمكانيات ديالكم ما كتفيكمش، ولكن هنا فين كاين الامتحان خاصكم تصبروا. خاصكم تصبروا وتبقاو على الهدف ديالكم الأول. راه ما كاينش شي طريقة أخرى. أولا نقول كل شيء قصد هذا، لأنه أنا سمعت الإخوان كيتكلموا، كاينة مشاكل، كاين قوانين، كاين ضبط، كاين احتياطات، كاين بزاف ديال الأشياء. نتوما اللي غتفهموا، أنا ما كنفهمش داكشي، ما تنفهموش كامل على الأقل، كنعرف فيه بعض الأشياء، ولكن الأمور الكبيرة اللي تقدر غدا بلادنا تكون ورغم اليوم تكون تتعزز بها وتفتخر بها، هي المبادئ اللي تقوم عليها الأشياء، الأساسات. حتى في البني المهم هو الأساس، من بعد كيفاش غادي نفصلوا الدار وكيفاش غادي نأتوها مهم، ولكن بمقدار. إن هذه القضية ديال الإخوان أنا كنعاود نذكركم بها، وعندي منها واحد الهدف. شو هذا الهدف؟ أنا ما كنقولش باللي الجماعات المحلية غدوز 6 سنين ويولي السلوك فيها يعني سلوك راشد والاخرين اللي بقاو، لا. انا كنظن هذا الشيء ديالكم
غادي يولي بحال المرايه. كلشي الادارات، كلشي المؤسسات، كلشي الناس اللي كيشتغلوا من التعليم الصحه لغيرها لا بد انهم سوف يعلمون ما يقع عندكم، ولا بد انهم سوف يعني يتاثرون بذلك ايجابا. راه المغاربه ناس مزيانين وتيبغيو الخير وتيبغيو الحق وتيبغيو العدل، وإني ملي كيشوف شي واحد فيهم بلي هو كيجيب هاد الافكار هادي وكيبغيو يخدموا، ملي كيجي هاد الافكار هادي وكيشوف بلي ملي كيدخل لواحد الوسط كيلقى داك الوسط كيتواطئ على حاجه اخرى، كيصبر شويه، اما كيهمش راسو اما كيدخل معاهم. ما هما المغاربه راه مزيانين، الناس مزيان ممتازين في الاصل، الناس ممتازين حتى كيخافوا. كاين اللي كيبدا يقول له هذا الشيء اللي كدير لاش بغيتي، وانت غتشوف في الاخر كيفاش غيكون التنقيط والى اخره. مطبطات واحد المده طويله عشنا في المغرب، الناس اللي كيفيد ديهم الشأن العام عندهم الغرض بالمصلحه ديالهم ولا يبالون باش يغرقوا الباخره، باش يغرقوا المركب. ونشأت ثقافه ضد المجتمع وضد الوطن وضد المواطن، والثقافه هذه شاعت، وجاو الناس اللي كيقولوا غادي يقاوموها، الشعب دار فيهم التقاوم اللي وصلوا، اما ما قاوموهاش بالطريقه المناسبه، اما دخلوا في المنطق ديال الناس الاخرين. لانه ملي كنسمعكم كتهضروا على القوانين وكتهضروا على داك الشيء، كنقول لكم لو كان كنا شعب كنطبقوا داك الشيء اللي مكتوب بواحد النسبه غير 70% ولا 80%، لو كان حنا شعب متقدم. واني دائما شنو كاين في المغرب؟ كاين اللي كيقول مع راساتو شنو كيديروا هادو في البرلمان، شنو كيديروا هادو في الجماعات، شنو كيديروا هادو في القوانين. كيصوبوا، خليهم هما غيصوبوا داكشي، حنا غنعرفوا كيفاش نديروا ليه، كيفاش غنديروا فالو ديتورني، كيفاش غنديروا غنلعبوا على هذاك القانون. الحاجه اللي درتيها باش تضبط البناء غنردها انا طريقه باش تكسب باش ناخذ الرشاوى، الحاجه اللي ديرها باش الى اخره الى اخره الى اخره. هاد النوع ديال الناس عفاريت ومتواطئين ومتضامنين، وحنا ما كنعرفوا ليهمش، ما كنعرفوش ليهم، لانه هذاك الشيء اللي كيديروا ما كنعرفوش نديروه، ملي كنجيو نديروه كنطبزوا ليه العين، لان ما صالحش لينا في المنهج ديالنا. كيخص الاخوان في الجماعات وفي المهام ديالهم يمشيو هما في الاتجاه الاخر، اللي هو الاحترام ديال المبادئ، الاحترام ديال القيم، الاحترام ديال الاخلاق، والاحترام ديال القوانين. وبواحد الطريقه فيها الرفق. راه انتي بغيتيو تصلحوا كل شيء في مره واحده وتزيروا كل شيء في مره واحده، غيتهرس لكم كل شيء في مره واحده. عرفتيو بغيتيو تكونوا متشددين، عام تكونوا متشددين مع ريوسكم، مع ديولكم. الاخرين بمقدار ما تكون النتيجه خير، بمقدار ما تكون النتيجه اصلاح، بمقدار ما تكون النتيجه كما قال يعني العلماء اقرب ان يكون الوضع معها اقرب الى المعروف وابعد عن المنكر. هذا هو المنطق اللي تخصكم. طبعا قالوا لي فراس الجمل فراس الجملاله. كاين ناس هادشي اللي كديروا ما عجبهمش، كيظنوا باللي خصهم تستمر الاوضاع كما كانت، كيعتقدوا باللي ممكن تستمر كما كانت. ما يمكنش. لو كانت الاوضاع تستمر كما كانت كون كلشي العالم دار الفساد كمنهج. الفساد كيوصل للخراب ما فيهاش شك، ولهذا هم يحاربونكم ويقاومونكم بطرق مختلفة، ويستفيدون من الفترات الحرجة، ويعني في بعض الأحيان يتحرشون بكم، وفي بعض الأحيان حتى يتهجمون عليكم. أنا شفت بعض الحالات هنا في الرباط إلى آخره. راه ما غاديش، وخا رئيس الحكومة منكم ما غاديش يكون ممكن
نجي لكل جماعة ونطاكي عليكم، خصكم تصبروا. أخت ديالنا اعتدى عليها مستشار من الحزب المعلوم وكان لها اشتباب والتهام والى اخره، وملي جابوا لها ملي وصل عليها هو وصور راسو قال لك انا الذي اعتدي عليه. خصكم تصبروا، خصنا نمشيو، راه ما عندهم ما يديروا. الاساليب ديال المقاومه ديال الفاسدين للصالحين وللمصلحين هي رجعوا للتاريخ وقراوا. السب، الشتم، الإشاعة، الكذب، البهتان، في بعض الأحيان التحرش أو الاعتداء، هذا وقع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووقع لغيره من الصالحين، ولكن كان خاص. واش الإخوان سمحوا لي، واش نتوما بغيتيو الإصلاح بلا ما تأديو الثمن؟ ليس من الممكن. نقولها لكم انا بكل صراحه. لا كان شي واحد ودي كيقول انا شداني لهذا الشيء كامل، انا يتحمل العداله والتنميه حزب عادي بحال الاحزاب كلها، وانه غادي الناس غير غيعرفوني نيتي حسنه غيفرشوا لي الورود، وكبان لي هذا الشيء ماشي هو هذاك وبغا يمشي في حالته يتفضل. اللي بان ليه يصبر ويستمر ويثبت راه غيطلع به الله حيا او ميتا. واش سعد الله بها مات ولا باقي حي؟ واش ربي مطلع به ولا ما مطلعش به؟ واش كان كيقول هو هذه القضيه؟ كان كيقول هذا الشيء اللي كيوقع لينا راه طبيعي. السؤال ماشي هو علاش كيوقع لينا، السؤال هو لو كان ما كانش كيوقع لينا ياك لاباس، ياك ما حنا ماشي هما هذوك. لانه ما يمكنش اهل الصلاح ان يسمح لهم اهل الفساد ان يشتغلوا في راحه من انفسهم، هذا غير ممكن. لا بد من محاصرتهم، لا بد بجميع الوسائل. ولا تخليتي مشيتي في حالك بالحق، الا صبرتي الامور تتحسن بالنسبه لوطنك، بالنسبه لبلدك، بالنسبه لشعبك، بالنسبه لامتك. حنا الاخوان تنذكروا بداك الشيء اللي دوزتيو في الجماعات. حنا دوزنا في الحكومه 5 سنوات، ماشي بزاف، لكن حدث بعدها شيء يحدث لأول مرة في المغرب، وأن الحزب السياسي اللي جا هو الأول 2011 بعد 5 سنوات عاود كيجي هو الأول بنسبة أكبر، رغم كل ما قيل وما فعل مما أنتم على علم بتفاصيله، لأن أنتم في الجامعات وشتيو داك الشيء، وشتيو الفلوس شنو داروا، وشتيو النفوذ شنو دار، وشتيو شحال من حاجة اللي تيمكن الانسان يذكرها وشي مرات ما تيمكنلوش يذكرها. ومع ذلك الناس شدوا فيكم وصوتوا عليكم وطلعوكم من البرلمان وطلعوكم من هذا اكبر دليل. ما بقاش شي دليل اخر، لان الديمقراطيه هي هذه. الديمقراطيه كتحسن فيها الانتخابات، فرصه كتعطيها للشعوب، مرة 5 سنوات في البرلمان ومرة 6 سنوات في الجامعات باش يقولوا رأيهم فيما يسير وفيما لا يسير. الشعب أعطاكم الثقة ديالو، أعطاكم الثقة ديالو في 2015 رغم أنها كانت معركة يعني كبيرة جدا، وكان الفوز ديالكم فيها مشهود، وكان فيه إنصاف من التاريخ لحزب العدالة والتنمية الذي في 2003 منع من أن يسير أي مدينة كبيرة إلا مدينة واحدة هي مدينة مكناس من خلال شخص واحد تقريبا في المجلس، وأصبح الآن يسير كافة المدن الكبرى والمتوسطة تقريبا، بالإضافة إلى المدن الصغرى وبالإضافة إلى الجماعات المحلية القروية. هذا إنصاف بالتاريخ،
وحدث يجب أن يشرح للناس ويوضح، ودليل على نضج هذا الشعب المغربي وعلى رفضه. ثم بعد ذلك يعني اتخذت كافة التدابير وجيء ب يعني الاحتياط من الزعماء وصرفت الأموال وإلى آخره. واحد المقاول يبدو قالوا لي كيف كيجيوكم الإخوان في المعاملات في الجماعات؟ قال لهم لا عمرها دار. قال لهم عام كتدوروا؟ قال لهم على الحزب المعلوم. ابتزاز الناس وأشياء كثيرة سمعناها، ومع ذلك في الآخر الناس عاودوا صوتوا عليكم. انتبهوا مزيان، معناه أنه المغاربة باغيين المعقول وباغيين الخير وباغيين الحق في هذا البلاد. لا انتم لا الحكومة ديالكم اللي دابا هذه 3 شهور وحنا كنحاولوا باش نكونوها ما باقي ما تيسرش. كاين الناس ما تيحشموش، تيقولوا بلي انا هو المسؤول على عدم تكوين ديال الحكومه. ما كاينش شي واحد تيبغي يكون الحكومه وما تيشتغل باش يعرقلها. هل لهذه الدرجه وصل الكذب على الناس؟ ولكن الديمقراطيه هي هذه، الديمقراطيه هي هذه. ربما كتنتظروا ندخلكم في التفاصيل ديال التشاور وداك الشيء، لن افعل. لأنه هذه مشاورات مستمرة، ولكن فقط لتنويركم ولتنوير الرأي العام، غير باش كل واحد يعرف شنو هي الحدود ديال الكلام. انتبهوا مزيان لهذا المثال اللي غنضرب لكم. واحد النهار واحد السيد حكى لي واحد القصه، واحد مستملحه لطيفه. قال لك شي واحد في الوكاله قال لك جايب واحد الجمل هو يتلقاه واحد، قال لي مال هذا الجمل؟ قال لي باغي نبيعو. قال لي بركو. هذه الطريقه باش كيعرفوا الجمل، بركو. قال لي وقفوا بركو وقفوا. قال لي شحال غنطلبوا فيه؟ قال لي شحال غنطلبوا فيه؟ شداك اخويا تطلب فيه، ولكن الاخر الا انتبه غادي يعرف يوقف الموضوع. الا ما انتبهش ودخل في النقاش مشى. يقول لي لا ما لا الى اخره. شوف لهذا خصكم تفهموا انه حنا نجحنا، الحق ديال الوطن اديناه الحمد لله. لم يكن لنا فضل بعد فضل الله الا اننا وقفنا في وجه الحزب المعلوم في وقت الشده وواجهناه واستطعنا باش نفسدوا المسار ديالو اللي كان غادي باش يهيمن على الاوضاع في هذه البلاد. هذا كافي، لانه لو كان النهار ديال 8 اكتوبر صبح الحزب المعلوم
هو اللي منتصر، وكان غادي يكون مشكل في هذه البلاد. غير هذه كافيه. حزب العداله والتنميه، والناس راه فاهمين هذا الشيء وعارفينه من مختلف الاطياف. دابا حزب باقي موجود الى اخره، ولكن صافي الشوكه ديالو تهرست، مشى ذهب الى قاعة الانتظار ديال التاريخ. ريتما يرى ماذا سيفعل به. ورجع الكلام إلى المنطق شيئا ما. طبعا احنا من الأحزاب الأولى اللي تحاورنا معها من بعد ما تيسرش في الأول نبقاو في الأغلبية ديالنا الأصلية حزب الاستقلال. حزب الاستقلال تعاطينا معه العهود والمواثيق، وجاءت مطالب بإخراجه من الأغلبية ولم نرى وجها للاستجابة لها. كيف يعقل؟ وكنا في وضع مريح. مع الأسف الشديد وقع ذلك الذي تعلمون، الذي نقل القضية من مطالب للتخلي على حزب الاستقلال من حزب إلى إشكالية ولات فيها المصالح العليا ديال الوطن في فترة حرجة مهددة. حزب العدالة والتنمية يتحمل مسؤوليته بطريقة مؤسفة مؤلمة. تحمل مسؤوليته وتاخذ قرار صعب. حزب الاستقلال مشكورا كان في المستوى ديال اللحظات التاريخية عقد مجلسه الوطني واتخذ قرارات وخرج بلاغ رفيع المستوى. كيصح فيه التداعيات كلها التي خالطت الموضوع، تيصححها وتيعبر على الرغبة ديالو باش يساند الحكومة ويساند العدالة والتنمية. طبعا ما يمكن لنا الا نرحبوا بالمساندة ديال الاخوان ديالنا الاستقلاليين، ونشكرهم عليها ونهنيوهم عليها ونقول لهم تبارك الله عليكم، كنتم في مستوى اللحظات التاريخية. لأنه السياسة الإخوان هي النظافة والسكن والنقل والتعليم والصحة، ولكن كذلك هي أن الشعوب تبقى تشوف السياسيين ديالها بالاحترام، أنهم ماشي مجرد مناورين يلوكون الكلام ويبررون الأوضاع ويعني يلهثون وراء المصالح. الناس كيفهموا كيعرفوا واخا اليوم تجي ويشوفوك الناس ويثقوا فيك، ومن بعد تبدا كتدخل وتخرج في الهضره ويشوفوك باللي كل مره كتاخذ قرار الا لو كتكون النتيجه ديالو التحقيق ديال المصالح ديالك انت ماشي ديالهم هما، ولو كانت عندك القدره باش تزوق داك الشيء وتنمقو الى اخره، في الاخر كيعرفوا باللي انت حرفي من حرفي الكلام ويعرضون عنك. ملي كيلقاوك تتكذب، ملي تيلقاوك تدخل، ملي تيلقاوك اخوان ديال الاستقلال اليوم بهذا الموقف كيردوا السياسه، كيساهموا باش ترجع السياسه الروح ديالها، والمواطنين رجعوا للاقبال عليهم ورجعوا لشراء الجريده ديالهم ورجعوا لقراءتها، وكنشموا حنا هذا الشيء في الساحه انه رجعوا للمسانده ديالهم.
من بعد مرحله كلشي كيعرف. مع الاسف مضطرين نتخذوا قرار، والاخوان تفهموا هذا القرار. وانا باقي عاد انا قلت لهم وغادي نعاود نستقبل واحد الوفد منهم باش نعاود نشرحوا ونتذكروا كيفاش يمكن تكون العلاقات في المستقبل. لان اهم شيء راه ماشي حنا كلانا احزاب تنطلق من المرجعيه الاسلاميه، كلانا احزاب ملكيه حتى النخاع. كلانا نريد الإصلاح لما فيه مصلحة الشعب. نتنافسوا في هذا الشيء مزيان، ومصلحة الشعب هي مصلحة الدولة، مصلحة الشعب هي مصلحة الفقراء، وهي مصلحة الأغنياء. مصلحة الشعب هي مصلحة الموظفين، وهي مصلحة رجال الأعمال، وهي مصلحة الحرفيين، وهي مصلحة الفلاحين. مصلحة هي الحق، مصلحة هي العدل، مصلحة هي الإنصاف، ماشي أي إجراء اللي كتكون النتيجة ديالو إحداث عدم التوازن، لا في توزيع الثروة، لا في العناية بالمواطن، لا في أي شيء. وانتم الإخوان ديال العدالة والتنمية أنا بعض المرات أشك عليكم، وإن اللي عطى الله هو هذا، قدركم وقدري جرنا لهذا الشيء. والناس في الأول سمعوا علينا من بعيد، شكون هادو؟ شي دراري، شي وحدين فيهم دايرين اللحي كيمشيو للجامع، قال لك يدخلوا للحياة السياسية، شوية شوية بداو كيسمعوكم، دخلتيو لهم في القلب ديالكم، عطاوكم السعود ديال النواب البرلمانيين، شويه شويه تاقوا فيكم، شافوكم معقولين، ما الحمد لله بقيتيو غاديين 9 42 46 107 125، لانهم ما عمرهم حصلوا عليكم شي حاجه حقيقيه. مارستيو المسؤوليات في الجامعات، مارستيو المسؤوليات في الحكومه، مارسوا المسؤولية في الرئاسات. لو تتابعت الفضائح عليكم لا نفض الناس يدهم منكم. شافوكم، عرفوكم، ناس معتدلين، الحمد لله لم تتورطوا في أي شيء. بعض الشباب مع الأسف الشديد مشاو تيقولوا الكلام زايد في الفيسبوك، دراري صغار متابعون، لنا الثقة الكاملة في القضاء أنه سيؤاخذهم بالضبط بمقدار ما يستحقون، ليس أكثر. بلادنا هذه طبعا فينا بعض الاشخاص يعني رجلهم خارجين من الشوارع، تعيا تهضر معهم، تعيا تشرح لهم، تعيا تقول لهم، كيضروا بالمسار. الخصوم ديالكم الاخوان راه ما تيقولوش عليكم انكم ما كتاخذوش رشوه، ولا الخصوم ديالكم تيقولوا بلي نتوما عندكم مشروع ضد الدولة وضد الملكية وضد المجتمع وضد الحريات وتيقولوا بلي راه هاد الناس راهما دايرين يعني دوبل جو والتقية والأدوار مفرقة، اللي كيعطيهم مبررين لهذا الكلام حرام عليهم. هذاك السي فتاتي راه عياني بكل صراحة، خاصو يسكت. واش معقول انا كنحاول مع السي عايزة خنوش
باش يجي للحكومه وباش تكون الحكومه وهو تيجدو بهذيك الطريقه. راه غنكون مضطر في الاخر نمشي مع الاقصى، يعني درنا معاه كل شيء وقفنا الانتخابات ديال 2015 صافط هو كيسميتو والو حتى حاجه باغا تقربي. اسمحوا لي يا اخوان، خصكم تحملوا مسؤوليتكم، ماشي تظنوا بلي كل شيء ديالكم مزيان وكلكم مزيانين. وراه اللي ما كانش قادر يوقف الاختلالات اللي عنده في الداخل ما يلومش راسو الا جاتو الضربات من الخارج، وخصوصا هذاك الكلام خصو عمره ما يتقال. غدا السياف تيكون مسؤول مع عزيز اخنوش شنو جا يتلقاه ويهضر معاه ويسلم عليه. وحنا واش السي عزيز اخنوش ما تنعرفوش؟ راجل طيب ولد الناس، تعاملنا معاه 5 سنين في كامل الانسجام في الحكومه، مره واحده اللي وقع لنا سوء تفاهم. وتا بغى الانسان يعبر على شي راي ما كاينش الادب والصواب. سمحوا لي يا الاخوان، واش عمر شي واحد كيخطب من شي واحد والدراري ديالو كيضربوا الدار ديال الاخر؟ سخفتونا. سمحوا لي، عندكم يسحب لكم حين معكم رئيس الحكومه انكم محميين تقولوا اللي بغيتيو. حنا ما عندناش هذا الشيء، حنا ماشي الحزب ديالنا بنينا على انه تجي وتبدا تقول اللي بغيتي ولا دير اللي بغيتي والحزب غيحميك. غير صحيح. اللي دار الخطا راه غيتحمل النتيجه ديالو. سمحوا لي، هذا الشيء كاين حزب اخر شفناه وشفنا التجليات ديالو مرعبه، ادت الى جرائم فيها الاستخفاف بالارواح ديال الناس وفيها اشياء كثيره، لانه كيشعر براسو هو محمي. انا حزب بحال هذا ما غنتمنوش وما غنطرحوش، غنحاربوا. عاونونا الاخوان، ما تبقاوش تعاودوا الخرايف البيته. اللي بغى الحريه ديالو يتكلم ويقول لي ما يخرج من الحزب، يخرج منه ويمشي يقول اللي بغى ويتحمل مسؤوليته. اللي بغى يتكلم في الاطار ديال الصواب وفي الاطار ديال القواعد اللي كاينه في الحزب يكون معقول ومرحبا به. ماشي ما قدرناش نتخذوا قرار نمنعوا الاخوان باش يديروا التدوينات نهائيا، ما بغيناش نحرموكم من الحريه ديالكم، خصكم، ولكن الحريه يقابلها المسؤوليه. وهذه فيها اوامر من الله عز وجل. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الله والى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. واش اللي جاتو شي حاجه للبال يبدا يقولها؟ سمحوا لي، وراه هذا الشيء واحد القضيه راه ربي غادي ياخذكم، لانه كون عرفتي شنو تيخلص عبد الله من كيران مقابل هذا الشيء ديالكم الله اللي مطلع عليه، وخصوصا هذا كفتاتي. انا كنهضر معاكم علاش هادشي. قال لك اسيدي بغينا نعاونك، انا ما بغيتكمش تعاونوني يا سيدي، انا ما بغيتكمش تعاونوني. هذه ماشي معاونه، هذا الشيء كيبني الشيء كيطيح. متى يبلغ البناء تمامه اذا كنت تبني وغيرك يهدم؟ غير معقول. ماشي كنتخوف شي نهار نحط السوارت جا في بالي يقولوا لي العام سيدي انا ما تلش غنكون هذه الحكومه راه ما بغاش تكون لي. كنخاف شي نهار نسمح فيكم نقول لكم نمشي في حالتي ونخرج يعني من هذا الحزب بطريقه غير مرضيه. غير معقول. خليونا نتفرقوا بالسلام. المغاربه كيقولوا الله يفرقنا من الذنوب. وفهموا مزيان. راه الا كان غير داك الشيء راه كاين اللي كيعرفوا يدير اكثر منكم. الشغب كاين اللي يعرف يدير اكثر منكم. المعيور كاين اللي يعرف يدير اكثر منكم. انتم تميزوا بالخير. راه المغاربه ما كيبغيوش داك الشيء اللي لكم من دابا.
راه واخا يبين لك الاعجاب اللي تلقى في العمق ديالو ما كيبغيش داكشي. العمق ديالو كيبغي المعقول وكيبغي التسامح، كيبغي الاعتدال. داكشي علاش حنا غاديين شويه بشويه. قالوا حزب الاستقلال خاصو يمشي هو فيه، دابا تيقول لك لا خاص حزب اخر يدخل. انا سمحوا لي، انا السي عز خنوش ما تنطلبش منه يجاوبني شكون اللي بغى يدخل شكون اللي بغى يخرج، شوف لي واش هو باغي يدخل ولا لا. صافي الشيء الاخر شغالي انا. الا كان شي حزب عنده شي مشكل معايا بغا يجي عندي يجي عندي انا. شكون هذا الزقع عاوتاني؟ لهذا خص الاخوان ديالنا يكونوا لانه دابا حنا بنيه فيها رئيس، فيها امانه عامه، فيها مجلس وطني، فيها مؤتمر، فيها كتابه جهويه واقليميه ومحليه. الحمد لله في العموم هذه البنيه كلها بعشرات الالاف ديال الناس اللي فيها سليمه، خصها تكون جد سليمه. علاش؟ لان الاخوان ديالنا سمحوا لي الزمان حرج جدا، وانتم مراقبون، الجميع يراقبكم، المجتمع الجميع يراقبكم. خصك تكون في المستوى دائما. وإلا الحاجة الصغيرة ديالك غيردوها فضيحة، والحاجة الكبيرة ديال واحد آخر غادي يدخلوها لداخل. أنا يعني واحد الجريدة يعني هذه بضعة أيام جابت الخبر الفوق كتبة مستشار من العدالة والتنمية لقاو عنده سلاح، والتحت كاتبه مستشار قتل 4 ديال الناس، ما ذكرتش الحزب. ملي مشيت كنقلب في هذاك المستشار اللي عنده السلاح كنلقى باللي واحد المستشار ديالنا في علم الناظور ولده كيبيع البال. فهذاك الحوايج ديال البال ربما لقى سلاح. استدعوا بال لو ما عنده علاقه بالموضوع ردوه. وهذاك القضيه ديال البال مره تيكون فيها شي حاجه بحال هكذا. دوك الناس اللي كيجي يصيفطوا البال من الخارج يمكن شي مره ما يردوش البال حاجه بحال هكذا. هذه كتبوا عليها مستشار من العداله والتنميه لقاو عنده السلاح. المستشار قتل 4 ديال الناس ما قالوش الحزب اللي كينتمي له، كلشي عارفه. قالوا غير مستشار قتل 4 ديال الناس. واش هاد الناس هادو انا غادي نغيرهم لكم؟ نتوما عارفين مع من هادو الناس كيعتبروكم عديان ديالهم، لان كيشوفوا بلي الطريقه المستقيمه القويمه اللي باش نتوما غاديين تهددوا مصالحهم وتريد ان تصحح الميزان والاعتدال، وما باغيينش هما العدل ديالكم. ما تعاونوهمش سمحوا لي. وملي تنقول لكم ما تعاونوهمش تنقول لكم كاملين، حتى واحد ما يحسب راسو مطور ولقى شي طريقه باش يدافع على الحزب ولا يعاونو بلا ما تكون في الراس ديال الامين العام ولا بلا ما تكون في الهيئات ديالو. اللي ما عندكمش شي فكره ماشي مشكل، يتصل يسول. غنقدروا ديك الساعات
نتمشاو لقدام. ماشي معقول. كاين حزب اخر عمل بلاغ اللي هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه كيعرض بيا علاش اللي ما دخلتوش للحكومه. انا باغي نقول بعدا الناس ديال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه انا ما عندي حتى مشكل معكم، انا كنحترمكم ورجعوا للتدخلات ديالي كامله، ما عمرني ذكرت الحزب ديالكم بسوء. هذا السيد هذا بعدا كاين واحد السؤال خصو يتطرح. هذه 3 شهور الباب ديال المشاركه في الحكومه مشرعه امامه، لم يعلن ابدا انه بغى، فجاه جا كيجري باش يدخل. هاد 3 شهور كلها شنو حسك اخويا باش تدخل؟ من الذي منعك؟ ما فراسوش باللي الوالد رحمه الله مشى للحج، كان عنده 16 عام، مشى مع شي واحد كبير، وملي كيبغيو يركبوا في الباخره كيبقاو يهبطوا الثمن. هذاك السيد اللي معاه قال له طلع انت وطلع الحوايج، انا غنستنى يهبط شويه الثمن ونطلع. طلع الوالد رحمه الله وطلع الحوايج، هذاك السيد سد الثمن يهبط، قال لهم صافي هما يشدوا الباخره. انت مطور بزاف ودرتي معنا اشياء ما بغيتش نجاوبك دابا، ما غنجاوبكش، راه غير بغيت غير نضحك معاك شويه، ما غنجاوبكش دابا، غنجاوبك في الوقت المناسب باش ندخل انا وياك في شحال غنطلبوا فيه. دابا ما غنجاوبكش، في الوقت المناسب غنشرح علاش اللي اتخذت هذا القرار. وإن كان يكفيك أنك النهار الأول فاش جيتي قلتي المصير ديالي هو المصير ديال حزب الاستقلال، وإني دابا ما غنجاوبش على هادشي، غنجاوبك في الوقت المناسب. شنو درت أنا وياك، شنو قلت لك، شنو قلتي لي، اللقاءات كيفاش دارت إلى آخره. ولكن في انتظار ذلك راه ما عنديش مشكل مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، بالعكس. ولكن دابا فقد انتهى الكلام حتى تكون الامور واضحه. ملي ان شاء الله الرحمن الرحيم نكون الحكومه نشرح لك. دابا الاخوان انا كنهضر معكم شحال من مره هضرت معكم، ربما الإلف كيخليكم ما تنتبهوش، فقد اشتعل الرأس شيبا واللحية قد تبعته، وفي جميع الأحوال راه ما يمكنش نبقاو إلى الأبد مع بعضنا. حزبكم بالنسبة إلي ليس حزبا سياسيا عاديا، هو أمل ديال الإصلاح ديال المغرب. احنا عملنا أشياء بسيطة ما تقدروش تصوروا الأثر ديالها داخليا وخارجيا. كتسمعوا المغرب وكتشوفوا كيفاش كيتكلم عليه الخارج، كيفاش كيتكلم على الإجراءات الاقتصادية اللي درتيو، على إصلاح المقاصة، على التقاعد، راه يكاد لا يصدق. كيفاش تقبلوا عليكم يعني الاستثمارات من الخارج إلى آخره إلى آخره إلى آخره. كتشوفوا التفاعل ديال المجتمع مع إجراءات بسيطة. كتعتقدوا ذاك الإجراء ديال الأرامل يعني كيكلف الدولة، زعما شحال تيكلف الدولة؟ تيكلف حوالي 50 مليون ديال الدرهم في الشهر، 600 مليون ديال الدرهم في العام. الأثر ديالو راه ما كيتخيلش. وغير هذا وغير هذا، التحرير ديال امور كثيره من هذه الدراسه ديال الدراسات الجامعيه في مجال الطب الى اخره الى اخره، اشياء كثيره جدا.
الامل ديالي الاخوان ديالي هو تستمروا في هادشي. باش تستمروا فيه الصبر لا بد منه، الجديه والابداع لا بد منها، الاستقامه لا بد منها، الوفاء الامور اللي مدير عليها البلاد وعلى راسها الاسلام والملكيه لا بد منها. خصني الا مشيتيو يجيو لهاد المهام اخوانكم في الحزب او من الاحزاب الاخرى اللي يكونوا خداو عليكم، اللي يكونوا كيشعروا بلي هادشي درتيو مزيان، اللي خصو خطوه اخرى الى الامام، اللي غيديروا بحالكم ولا غيديروا احسن منكم. ماشي مهم غدا الا غلبنا شي حزب لانه اقوى منا، لانه احسن منا، لانه سيخدم المواطن اكثر منا، حنا اللي غنكونوا نجحنا. لان المهم بالنسبه لنا هو الدوله تكون قويه والمواطن يكون مرتاح. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياك ما طولت بزاف. لا لا